وصل إلى الإسكندرية على الباخرة إنوتوريا المخرج العالمي سيسيل بي ديميل ليشرف على إخراج فيلم الوصايا العشر الذي يجري إخراجه في مصر. واستقبل المخرج العالمي الأستاذ حسين صبحي مدير البلدية نائبا عن الرئيس جمال عبد الناصر، ومستر روب عن شركة باراماونت، والأستاذ محمد رجائي مدير عام استوديو مصر. وقدم استوديو مصر باقتين من الزهور لكريمة المخرج العالمي وحفيدته. وقصد المخرج الكبير فور وصوله للعاصمة إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث زار الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الوزراء في مكتبه، وكان بصحبته الأستاذ وجيه أباظة مدير شركة النيل. وقد رحب الرئيس بالمخرج العالمي وهنأه بسلامة الوصول. وقدم سيسيل ديميل معاونيه إلى سيادة الرئيس جمال عبد الناصر، فصافحهم سيادته ورحب بهم. وعلق المخرج الكبير على الأثر الذي تركته زيارته للرئيس جمال عبد الناصر، فقال: إن شخصية الرئيس قوية أخاذة تحمل بين ثناياها الصدق والإخلاص، وترمز إلى القوة الجديدة لمصر الحديثة.